هو ده حمام زيت الخردل اللي انا عملته امبارح، وكلكم قعدتوا تقولوا لي يا شاي ايه اللي بتحطيه على شعرك ده يا شاي. والله قايله في الفيديو ان هو زيت الخردل ده حمام زيت عباره عن زيت خردل، العبوه دي فيها زيت خردل مع زيت زيتون بنفس المقدار بالظبط، بحطهم على النار في الكنكه مع نفس مقدارهم للسكر، يعني معلقه زيت زيتون، معلقه زيت خردل، معلقه سكر، وافضل اقلب 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 على نار هاديه زي ما انتم شايفين كده، اقلب في السكر اقلب، علشان المفروض السكر ده يكرمل، يعمل لي حته كده شبه حته السويت، بس ما احرقهوش. في ناس تقعد تقول يا شاي بفضل اقلب 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 لحد لما السكر بيتحرق، لا، ما هو انت المفروض تميزي قبل ما السكر يتحرق على طول بتقفلي النار. هوريكم. بصوا انا فضلت اقلب 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 اهو، ابتدى يكلكع اهو شويه، يمسك مع نفسه، السكريات تمسك في بعض اهو. نفضل نقلب نقلب، اهم حاجه نفضل نقلب واحنا على نار هاديه. ابتدى اهو يبقى فيه تجمعات، التجمعات دي معناها ان هو خلاص بيكرمل. فايدة السكر على زيت الخردل والزيتون ان هو بيساعد على فرد الشعر جدا جدا. وانا في الاخر ما باخدش زيت ما باخدش السكر، انا باخد الزيت بس. بصوا ابتدى، بصوا يعمل ازاي اهو، جمع مع بعضه وعامل شبه حتة السويت اهو. هنا بقى ببتدي ان انا اقفل النار علشان اسيبه يهدى بقى شويه، واقوم واخده الزيت واسيب حته السكر دي او السويت، ما باجيش جنبها، ماليش دعوه بيها خالص. وبعد كده باخد الزيت ده وبعمل بيه حمام زيت على شعري، ممكن مرة في الأسبوع، ممكن مرة كل 4 أو 5 أيام، براحتك. بصوا هنا بقى عمل ايه، ابتدى يفصل، يلزق في حتة الكنكة من تحت، وابتدى الزيت يفصل لوحده اهو. باخد بقى انا الزيت ده، انا بحط دلوقتي زيت خردل على شعري، معلقه زيت خردل على معلقه زيت زيتون على النار مع معلقه سكر بنفس المقدار، معلقه معلقه معلقه، واقوم ايه حطاهم في الكنكه لحد ما يكرمل، واقوم حطاه على شعري. الماسك ده بقى بيعمل ايه؟ اولا بيساعد شعرنا ان هو ما يتقصفش، وبيفرد شعرنا، وبيطول جدا جدا شعرنا. الخردل من الحاجات اللي بتطول الشعر جدا، زيت الخردل. وعايزه اقولك على حاجه، ان هو غالي بس ثمنه منه فيه والله العظيم. يعني حتى لو جبتيه لوحده من اي عطار هتلاقيه غالي، مش رخيص. في حاجات كتيره كتيره اهالينا كانوا بيعملوها زمان في البيت، زي الجاز. وانا عارفه ناس تطلع تقول لي يا ياكي جاز يا شيخ، اقول لك جاز. انا كنت ياكي 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 طول حياتي لحد ما جربت وعرفت ان هو سحر حرفيا. والسمنه البلدي، انا عارفه ان انا بقوله ده الناس هتدخل ترجع عندي، بس والله العظيم سحر. كانت ماما لما تقولي كده اقول لها ماما ايه القرف ده. واول مره في حياتي سمعت عن النخاع كان من الست اللي بتساعدنا في البيت، قالت لي انا هجيب لك مواسير واعملها لك وطلع لك النخاع. قلت لها لا 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 ايه القرف ده، طبعا ما احطش بقره ولا خروف، لا 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 ما احطش الكلام ده على شعري. دلوقتي بقيت ماشيه بالنخاع في حياتي. انا بقى عشان الناس اللي كل شويه تسالني في الكومنتس شعرك اتغير، شعرك حلو، انت بقيتي بتعملي ايه في شعرك، عشان بقيت بعمل حمام الخردل كل مره قبل الشاور، وبحط عليه البرو كاب اهو. البرو كاب ده بقى بيساعد الماسك ان هو يتشرب في فروه الراس ويسخنه ويفرد الشعرايه كده حلو قوي. المهم اعملي الخردل ده مره واحده بس في الاسبوع عشان تطولي وتنعمي وتفردي شعرك. هخلص ده اقعد بيه نص ساعه كده او ساعه، افتح واقفل في الحراره، افتح واقفل في الحراره، وبعدين اقوم شايله البرو كاب. لو ما عندكيش برو كاب في بيتك اربطي قمطه قطن وسخني كده فروه راسك لمده ساعتين وبعدين اغسلي.